السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا بجد. اول حاجة كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ولو اول مرة تشوفوني متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة. النهاردة هعمل معاكم طواجن المكرونة زي محلات الكشري بالظبط بكل تفاصيلها. اول حاجة كده بدأت فيها، جبت طاسة حطيت فيها معلقتين سمنة او زبدة ونص كيلو من اللحمة مفرومة. بعد ما اللحمة كده غيرت لونها هبدأ احط عليها بصلتين متقطعين مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هشوح البصل مع اللحمة شوية وهبدأ احط التوابل والبهارات. كده حطيت معلقة من البهارات اللحمة، وهحط معلقة من الكزبرة ونص معلقة من الكمون، وكمان معلقة من الفلفل الاسمر. اي بهارات او توابل بتحبوها تقدروا تحطوها. وكمان هحط توم باودر، وهحط بابريكا او فلفل احمر يعني. وهحط كمان نص معلقة من الكاري، وهقلب التوابل مع اللحمة والبصل. بحب الكاري جدا في اللحمة المفرومة، بيدي طعم وريحة تحفة. بعد ما كده قلبتهم وشوحتهم شوية هبدأ احط فلفل اخضر مقطع مكعبات زي ما انتم شايفينه كده، واشوحه مع اللحمة زي ما انتم شايفين كده. اوعى تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناة، وكمان تفعلوا زر الجرس يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. هبدأ بقى احط ملح للحمة. حطيت كده معلقة ونص من الملح، وهحط نص معلقة من شوربة خضار زي ما انتم شايفين كده. وهقلب اللحمة وهطفي عليها، وابدأ بقى اعمل الصلصة اللي هنحطها على المكرونة. حطيت كده معلقة سمنة، وحطيت عليها بصلاية صغيرة متقطعة مكعبات زي ما انتم شايفين كده، وهحط معلقة توم صغيرة من التوم المفروم. طبعا كلنا بنحب الطواجن دي وبنفضلها، وبتبقى العشق كده. اي مكرونة اصلا بتبقى جامدة. شوحت كده معلقة التوم مع البصل شوية زي ما انتم شايفين. ابدأ بقى احط عليهم كده فلفل متقطع مكعبات اخضر. تقدروا تحطوا فلفل حامي او بارد على حسب ما انتوا بتحبوا. بعد ما شوحتهم شويه كده هنزل عليهم بعصير طماطم عاملاه في الخلاط خفيف خالص زي ما انتوا شايفينه كده. ابدا بقى اضيف التوابل. هحط توم باودر وبصل باودر نص معلقه كده، وهحط فلفل اسمر نص معلقه، وهحط نص معلقه بابريكا، ونص معلقه كزبره، ومعلقه من التوابل المشكله. وهحط بقى الملح، معلقتين من الملح الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وكمان هحط معلقه من الشوربه، وكمان حطيت معلقه صغيره من السكر عشان تعادل طعم الطماطم، عشان ما تبقاش زعقه يعني. كمان كده هحط الشوربه زي ما قلتلكم، معلقه من الشوربه. وهخلي الصلصه تغلي غلوتين، مش تتسبك للاخر، هي هتغلي بس، وهطفي عليها لان طبعا الصلصه هتكمل سواها مع المكرونه في الفرن. زي ما انتم شايفين كده هطفي عليها. بدأت بقى جبت طواجن فخار وحطيت فيها اللحمه اللي احنا عصجناها في الطواجن كده، وزعتها. ومعايا مكرونه قلم او اي مكرونه انتوا بتفضلوها، بس انا هعملها قلم عشان تبقى زي بتاعت بره بالظبط. حطيت كده كيس في الطاجن الكبير، والكيس التاني هوزعه على الطواجن الصغيره، ولو اتبقى منها هحطه على الطاجن الكبير. زي ما انتم شايفين كده انا مش بملى الطاجن للاخر مكرونه، لان المكرونه لسه هتزيد في السوا. هبدا بقى اضيف الصلصه اللي احنا عملناها على المكرونه كده. يا دوبك الصلصه بس تغطي المكرونه حاجه بسيطه، يعني يا دوبك المكرونه تبقى باينه زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده
حطيت الصلصه عليهم كلهم. ابدا بقى اقلب تقلبتين كده، بس مش بوصل لاخر الطاجن عشان اللحمه. وحطيت كمان ملح في الطواجن، وهحط شوربه برضو او مرقه فوريه، عشان محدش يقولي دي بتقول شوربه، لا مرقه فوريه. وكده بدات اقلبهم مع المكرونه. زي ما قلت لكم لما باجي اقلب المكرونه مش بنزل لاخر الطاجن تحت عشان اللحمه اللي احنا حاطينها، انا بقلب بس من فوق كده المكرونه. هبدا بقى احط في كل طاجن، دي خطوه اساسيه ومهمه عشان المكرونه ما تعجنش، زيت. حطيت في الطاجن الكبير معلقتين كده، معلقتين ونص زيت، وفي كل طاجن الصغير معلقه زيت. وهقلب كده المكرونه. مفيش اسهل ولا اسرع من كده بجد، وطعم حقيقي تحفه. هبدا بقى ادخلها الفرن تستوي على درجه حراره 180 وارجع لكم تاني. وكده يا حبايب قلبي رجعت لكم بعد ما المكرونه استوت. شايفين شكلها تحفه ازاي؟ وكمان المكرونه مش لازقه في بعضيها زي ما انتم شايفين كده، كل واحده بوحدتها تحفه بجد، ولونها خطير وطعمها احلى واحلى. هبدا بقى اقلب معاكم طاجن كده، انا قلبت واحد بس هقلب معاكم واحد تاني. ببدا احط الطاجن كده واخبط عليه خبطه واحده من فوق او اتنين كده. شايفين؟ ولا لازقه ولا فيها اي حاجه، وطلع بكل سهوله بجد، تحفه تحفه وخطير. شايفين اصلا شكلها عامل ازاي؟ اكاد من فرطة جماله اذوبه، بجد تحفه خالص، ومستويه وجميله وطعمها جميل. وتقدروا كمان تستغنوا عن اللحمه المفرومه وتحطوا اي حشوه انتوا بتحبوها، ممكن كبده، ممكن فراخ، ممكن تعملوها ساده لوحديها ببصل كده وفلفل. بجد شكلها تحفه جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم والطريقه عجبتكم، ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه. وحقيقي بجد لو بتتفرجوا لاخر الفيديو شكرا لكم ومع السلامه.